في المجال ديال السرقه كاينين جوج ديال الانواع. النوع الاول كيستعمل القوه، السلاح والعنف، كياخذ داكشي اللي بغا وكيهرب. والنوع الثاني كيدير واحد الدراسه مدققه لداكشي اللي بغا يشفر. هادشي اللي يقدر ياخذ ليه واحد الوقت كتير، ولكن في غالب الاحيان هذا النوع الثاني هو اللي كيسطي لك الشرطه والمحققين، ما كيخليو لا اثار لا دلائل. ملي غتشوفوا هذه القصه غتحكموا براسكم على قمه الذكاء اللي عند شي ناس، ولكن اللي سوء الحظ كيستعملوا هذا الذكاء في شي حاجه اللي ما غتنفعهم بوالو. اجي نديروا شويه ديال الضوء على هذه القصه. مرحبا بكم في حلقه جديده من قناه قصه. حنا بالضبط في 13 ابريل ديال سنه 1981 في واحد البنكه من البنوك ديال شيكاغو. حلات الموظفه الخزينه ديال البنكه وكلشي كان مزيان، كلشي في بلاصتو والامور كلها مزيانه، حتى جات واحد الكليانه وبغات تاخذ شي حاجه من الصندوق ديالها. كيف ما عارفين كاين شي بنوك اللي كتكون عندهم واحد الصناديق لي كوفر اللي كيكونوا مخصصين للزبناء اللي كيديروا فيهم الاغراض ديالهم والمسائل ديالهم، مجوهرات، فلوس، وثائق، اي حاجه ثمينه عندهم كيبغيو يخبيوها في شي بلاصه اخرى من غير الدار كيلتجؤوا لهاد الصناديق باش كيخبيو فيها المسائل ديالهم. ما علينا، دخلت الكليانه مع الموظفه ديال البنك وبجوجهم عندهم السوارت ديال الكوفر. دوك لي كوفر ما كيكونش فيهم قفل واحد، كيكونوا فيهم جوج ديال القفوله، واحد كيكون عند الكليانه وواحد كتكون عند الموظفه ديال البنك، وخاصهم ضروري يكونوا جوج ديال السوارت باش يتحل داك الكوفر. مع بغاو يدوروا السوارت مع داك القفل طاح. كيفاش القفوله بجوجهم مع تحطوا عليهم السوارت مع طاحوا. ملي جاو قلبوا اكثر لقاو بان 74 كوفر من ديك الخزانه ديال البنكه كلهم عندهم نفس القضيه، القفوله ديالهم مهرسين وغير محطوطين، وكاع داكشي اللي كان في لي كوفر كله مسروق. 74 كوفر كلهم خواو. ديك الساعه جات الشرطه والمحققين كيقلبوا على اي اثار ولا اي دليل اللي يقدر يوصلهم لهاد الشفاره، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. الباب ديال الكوفر كان مسدود، ما كاين في الحيط حتى شي حفره اللي يقدر يدخل منها شي واحد ولا يخرج منها. السقف حتى هو ما فيه حتى شي حفره، ما فهموا حتى شي حاجه. هاد البنكه اللي كندويو عليها سميتها فيرست ناشونال بانك، هي بنكه فيدراليه تابعه للحكومه الامريكيه. ديك البنكه الخزائن ديالها كانت كتسد بواحد المؤقت، يعني من الموظفين كيساليو الخدمه ديالهم كيخرجوا كيديروا داك المؤقت. هذا المؤقت كيخدم من 5 د العشيه حتى 9 ديال الصباح. يعني في هذه الفتره زمنيه واخا يكون عندك سوارت كود بين مود باس ما كيتحلش الباب حتى 9 ديال الصباح. الرقم السري والسوارت اللي كانوا ديال الخزينه كانوا كيقدروا يحلوا داك الباب، ولكن غير في الوقت ديال العمل وصافي. من بعد اوقات العمل وفي الوقت ديال الويكاند كيتاكتيف هذاك المؤقت وداك الباب ما كيبقى ما يتحل ما يتسد. هاد البنكه كانت كتخدم السبت في الصباح، يعني في الويكاند كياكتيفيو داك المؤقت كيخدم من الوقيته فاش كيخرجوا الموظفين من البنكه حتى الاثنين مع 9 ديال الصباح. وحيت هاد البنك كيف ما قلت لكم تابع للحكومه، حتى من الاف بي اي جاو باش يديروا التحقيق ديالهم. الحاصله ديال السرقه كانت كتوصل ل1,000,000 دولار، وهذا مبلغ كبير. كنذكركم بان احنا دابا في الاول ديال الثمانينات، يعني هذا 1,000,000 دولار القيمه ديالها اليوم هي 3.5 مليون ديال الدولار. شكون هادو اللي شفروا؟ كيفاش دخلوا وكيفاش خرجوا وكيفاش حتى شي واحد ما عاق بهم وحتى شي الارم ما صونات؟ الشفاره ما خلاو وراهم حتى شي دليل، حتى شي اثار ليهم، خلاو وراهم غير شي دوزان اللي ما نفع البوليس والاف بي اي حتى شي حاجه. مطرقه، بانس ومكانه، دوك المكان القدام اللي الالارم ديالهم كتفيق درب على كدو. هاد السرقه دارت واحد الضجه خلات كاع الناس كيدويو عليها والطريقه باش دازت، وحتى من الصحف المحليه وصفوها بالسرقه المثاليه. السرقه اللي من وراها ماشي عصابه، ماشي 4 ولا 5 ديال الناس، وراها سيد واحد واللي في الاصل هو العمل ديالو كوافير ديال العيالات. وشكون قال كوافير ديال العيالات يدير هاد الفعله؟ هاد السيد سميتو ويليام سمارتو، اسم على مسمى، سمارتو زعما سمارت، ذكي. الكوافير ديالنا هاد الفعله اللي دار ما كانش هي اول وحده، دار منها بزاف، هو سارق متسلسل. غير هاد السرقه اللي دار هي اللي شهراتو وهي اللي ضرب فيها العاقه بزاف. واخا دار هاد العمليه بوحدو، مع ذلك كان واحد السيد اللي يعاونو واحد شويه، وهاد السيد اللي عاونو هو خوه سميتو فانسون. وغادي نعاود لكم مزيان كيفاش عاونو، حيت لعب واحد الدور كبير في هاد السرقه واخا المساعده ديالو كانت خفيفه. ويليام وفانسون كانوا حالين واحد الحساب مع ديك البنكه، وكانوا واخدين حتى واحد الكوفر ما بين دوك الصناديق اللي كاينين في الخزانه. وبطبيعه الحال هادشي كان داخل في الخطه ديالو. سمارتو كانت عنده واحد الطريقه ديال الهضره وواحد الطريقه ديال التصرف اللي كتخلي الناس يرتاحوا يدويو معاه ويكونوا معاه، لدرجه ان حتى دوك الموظفين ديال البنك العلاقه اللي كانت عندهم مع سمارتو كانت واحد العلاقه ديال صداقه اكثر ما هي علاقه ديال الكليان مع البنكه ديالو. قوه ما كان محبوب عندهم وعزيز عليهم.
وسمارتو كان وقت ما كيمشي للبنكه كيدي معاه خوه فانسون اللي حتى هو العلاقه ديالو مع الموظفين ديال البنكه كانت مزيانه. ملي كانوا كيدخلوا البنكه كيشاهدوا كاع التصرفات ديال الموظفين، كيلاحظوا كل واحد اش كيدير وكل واحد المهمه ديالو في ديك البنكه، امتى كل واحد كياخذ الاستراحه ديالو وامتى كل واحد كيخرج يتغدى. المهم درسوا دوك الناس اللي خدامين تما مزيان وعرفوا عليهم كلشي، بغاو يركزوا على النقاط ديال الضعف البشريه وماشي التقنيه، حيت هاد القضيه كانت غتعاونهم بزاف في السرقه اللي غيديروا. الخزانه ديال البنكه ملي كتحل البنكه وهي كتبقى محلوله، حتى كتسد البنكه في العشيه عاد كتسد حتى هي، يعني وسط النهار راه كتبقى محلوله، والكليان اللي جا بغى ياخذ شي حاجه من الصندوق ديالو راه كيدخل هو الموظفه كيحلوا الصندوق ياخذ ولا يحط داكشي اللي بغا وكيخرج. وداكشي اللي كان كيدير سمارتو، غير سمارتو كان ديما كيجي مع الاخ ديالو باش ملي كيجي كيبغي يحط شي حاجه في الكوفر ديالو، فانسون اللي هو الاخ ديالو كيبقى ملاهي مع السيده مع الموظفه ديال البنك كيدوي معاها، وحتى هي كتخلي سمارتو ياخذ الخصوصيه ديالو، ما كتعرفوا شنو كيهز وشنو كيحط في الصندوق ديالو. الصندوق ديالو هو حر فيه يدير فيه اللي بغا. في ديك الوقيته فاش كيكون سمارتو في الخزانه باش يستعمل الكوفر ديالو، كان كيلاحظ الخزانه وكاع داكشي اللي داير بها، لي زالارم فين كاينين، الكاميرات فين كاينين، الباب كي داير، كلشي. ولاحظ واحد القضيه اخرى، بان ملي كيبغي يدخل الخزانه الموظفه ديال البنكه كتقيد سميتو بانه راه دخل، اما ملي كيسالي وكيبغي يخرج حتى شي واحد ما كيقيد سميتو، كيخرج وصافي. وهاد القضيه هادي غادي تعاونو بزاف. الصندوق ديال سمارتو بطبيعه الحال راه ما غيحطش فيه فلوس ولا مجوهرات ولا شي حاجه قيمه، وقت ما كان كيمشي للخزانه كيحط في الصندوق ديالو الدوزان، الماتيريال اللي غيصلح ليه للسرقه ديالو بطبيعه الحال. غير هو واحد الوقيته داك الصندوق عمر وما بقاش عنده فين يحط الدوزان ديالو. كان قال الموظفين ديال البنكه بانه تاجر ديال اللوحات الفنيه، باش حتى الا جاب شي شنطه ولا شي باليزه كبيره الموظفين ما يتسوقوش ليه. داك الماتيريال الكبير واللي ما قدرش يدخلوا في الصندوق داروه في السقف ديال البنكه كامل كان بالعود، وكان ملي كيتحل داك السقف ديال العود كتبان لك واحد الخويه. وهاد الانستالاسيون كيديروها على قبل التهويه ديال البنكه، هو تما فين حط سمارتو الادوات ديالو، دفع داك السقف شويه بيديه، حط الماتيريال ديالو، عاود سدو وخرج في حالاته. وسط الخزانه كانت واحد القضيه اللي برزطات سمارتو، وهو اللي كان واحد السيستيم دالارم اللي كيتاكتيفا ملي كتسمع شي صوت. هذا كان حالو ساهل، وسمارتو كان مولف يخسر الالارم، ما كانش عنده مشكل في هاد القضيه هادي. المشكل اللي كان عنده هي تقدر تكون شي الارم اخرى اللي هو ما شافهاش. اما داك الالارم اللي كان باين راه في الوقيته فاش كان كيدخل سمارتو للخزانه كان جاب مع الماتيريال وخسرو، كان دابا خصو يعرف واش كاين شي سيستيم دالارم اخر ولا ما كاينش. والفكره اللي غطيح عليه خطيره. دخل سمارتو للخزانه وطلع لداك السقف، حل ديك البارتيه ديال العود ويحط المكانه دوك الماكل القدام، بروغرام الالارم انها تصوني مع 3 ديال الصباح. الا كان شي حساسه ديال الصوت اللي هي الالارم اللي كتاكتيفا ملي كتسمع شي صوت، مع غتسمع الرنه ديال الالارم ديال المكانه غتاكتيفا والبوليس غاديين يجيو. وهادشي اللي بغى يجرب سمارتو. وصلات 3 ديال الصباح والمكانه صونات. سمارتو في هاد اللحظه جالس بعيد ومقابل البنكه، واحد شويه بانوا ليه البوليس جايين كيجريو للبنكه، بداو كيقلبوا من الخارج ما لقاو والو، ومن بعد رجعوا في حالاتو. هنا سمارتو تاكد بانه باقي واحد السيستيم دالارم اخر، وكان ضروري خصو يقلب عليه فين كاين ويخسرو حتى هو. وداكشي اللي دار، رجع للخزانه ديالو، دار راسو غادي يحط شي حاجه في الصندوق، قلب على كاع دوك لي سيستيم دالارم اللي باقيين تما وخسرهم كاملين. اجي نشوفوا دابا اصعب مرحله في هاد السرقه، كيفاش غادي يطبق سمارتو العمليه ديال السرقه ديالو، كيفاش غادي يدخل وكيفاش غادي يشفر وكيفاش غادي يخرج وحتى شي واحد ما يعيق به. وصلنا للسبت 11 ابريل ديال سنه 1981. سمارتو مشى للبنكه ديالو وطلب من الموظفه انه يمشي للخزينه، بغى يحط شي حوايج في الصندوق ديالو. حلات معاه الصندوق وخرجت باش تخلي ليه الخصوصيات ديالو. في نفس اللحظه وكيف ديما خوه فانسون كان معاه، بدا كيدوي مع الموظفه وكيلهي فيها باش سمارتو يدير العمليه ديالو بلا حتى شي ديرونجمون. وفي نفس الوقت سمارتو اللي كان وسط من الخزانه اختفى ليه الاثار. ملي رجعت الموظفه ديال البنكه للخزانه ما لقاتش سمارتو، وما بقاش كتسول راسها بزاف، قالت واقيلا قضى غرضو وخرج. وكيف ما قلت لكم في الاول، ملي الكليان كيبغي يدخل للخزانه كيقيد سميتو بانه راه دخل، ولكن ملي كيبغي يخرج حتى شي واحد ما كيقيد سميتو، كيسالي الغرض ديالو ويخرج في حالاته. وعاد زيد على هذا الشيء السبت والاخر السيمانه والموظفه تاهي باغا ترتاح في حالتها تاخذ الويكاند ديالها، سدات الباب ديال الخزانه، اكتيفات الالارم وخرجت في حالتها. كي دار سمارتو تختفى. في الخزانه ديال داك البنك كانوا جوج صفوفه ديال الصنادق ديال لي كوفر، وفي القنت اللي بين جوج صفوفه كانت واحد الخويه اللي كانت تساع الواحد انه يتخشى فيها. وداكشي دار سمارتو. مع خرجت الموظفه ديال البنك من الخزانه، سمارتو طلع فوق من دوك لي كوفر ومشى لديك الحفره وتخشى. فاش كلشي خرج من البنكه وسمارتو بقى بوحدو، خرج من ديك الحفره اللي كان فيها وجبد الماتيريال.
جبد البيلات باش يضوي على ديك الغرفه اللي كان فيها مطرقه وكاع اللوازم اللي كان غادي يحتاج باش يدير العمليه ديالو. واول مهمه كانت عنده هي انه يهرس دوك القفوله ديال لي كوفر، ولكن ما كانش خصو يجي ويبدا يدقدق. جاب معاه واحد الحديدات اللي العرض ديالهم قد العرض ديال القفل ديال الصندوق، كيحط الحديده على القفل وكيضرب فيها بمطرقه حتى كيتفرع القفل، ولكن واخا كيتفرع كيبقى مقاد ما كيتهرش وما كيدقدقش. وهاد القضيه هو راه دارسها وعارف علاش كيدير فحال هكا. الضربه نقيه والعمليه كامله نقيه، حيت فاش كانوا غيدخلوا الموظفين للبنكه نهار الاثنين وغادي يحلوا الخزانه ديال البنكه خاص يبان لهم كلشي مقاد وكلشي مزيان. بقى سمارت على هاد العمليه تهرس كاع القفوله ديال لي كوفر اللي كانوا تما، واي كوفر كيحلو بطبيعه الحال كياخذ داكشي اللي فيه. ما بين داك الماتريال اللي كان جابو اللي كنت قلت لكم داروا في السقف ديال الخزانه كان واحد الشاكوش فيه الماكله ديالو والماء، كل مره كيعيا كيريح يرتاح شويه ياكل ويكمل الخدمه ديالو. من بعد المحققين غادي يكتشفوا واحد القضيه عجيبه، ان الصناديق ديال دوك الناس اللي كان عندهم مشاكل ماليه ولا كانوا في واحد الوضعيه اللي هي خايبه، عندهم رهن ولا عندهم ديون بزاف، لقاو ان سمارتو حط في الصناديق ديالهم فلوس ومجوهرات، بحال كان كياخذ من عند الغني وكيحط عند اللي مخصوص. شفار حنين واخا هكاك. سمارتو فاش سال هاد العمليه ديالو نقى كلشي، شطب الارض، مسح الصنادق، رجع دوك القفوله لبلاصتهم وخبى الماتيريال ديالو باش اللي دخل لديك الخزينه يحلف عليها بان حتى شي واحد ما كان هنا. في الصباح ديال نهار الاثنين اللي من بعد الموظفين رجعوا للبنكه، الموظفه اللي مكلفه بالخزانه حلاتها، شافت كلشي مزيان ورجعت تخدم. في نفس الوقت سمارتو راه جالس في ديك الحفره اللي كاينه بين جوج صفوفه ديال لي كوفر، وما بين الدوزان اللي كانت دا معاه مرايه باش كيهزها وكيشوف شنو واقع وسط من الخزانه. شاف بان الموظفه ديال البنكه دخلات للخزانه وبقى حاضرها حتى خرجات. مع خرجت من الخزانه مع نقز من بلاصتو، هز معاه الشنطه ديالو وخرج. وفي ديك اللحظه كان لابس واحد اللباس ديال لي تكنيسيان، حيت كان واحد الاشغال في داك البنكه، وهذا الشيء حتى هو كان دارس وقبل. دبر على نفس اللبسه اللي كانت عندو لي تكنيسيان اللي كيخدموا في ديك البنكه. فاش هز دوك الشنطات ديالو وخرج حتى شي واحد ما رد ليه البال، كلشي كيصحابو بانه غير تكنيسيان بحالو بحال الاخرين. مع خرج من البنكه لقى خوه كيتسنى في واحد الطوموبيل، حل ليه الكوفر ويلوح فيها دوك جوج شنطات، ولكن ما كانوش غير دوك جوج شنطات وصافي، كانت باقا شي بركه اخرى مخبيها في الخزانه. وبكل بروده عاود طلع للخزانه، خد دوك جوج شنطات اللي باقين، لاحم في الكوفر وهرب. المحققين بمعنى الكلمه كانوا غاديين يتصداو، ما لقاو حتى شي بصمه، حتى شي اثار، حتى شي دليل اللي غادي يقربهم لهذا الشفار هذا. كيفاش لي زالارم اكتيفين والبيبان مسدودين والباب ديال الخزانه السيستم ديالو خدام وما فيه حتى شي عطل، وهذا الشفار قدر يدير هادشي اللي دار. والحاجه اللي رونات لهم دماغهم اكثر هي فاش شافوا ديك المكانه، بداو كيقولوا هادي اش كدير هنا، ما فهموا والو، ولكن غير داروا الفحص الاجهزه اللي كاينين تما في البنكه، وخاصه دوك لي زالارم ديال الصوت، عرفوا علاش ديك المكانه كانت محطوطه تما، وعرفوا راسهم بان السيد اللي شفر البنكه عنده واحد الذكاء خطير. المحققين تاكدوا بان الناس اللي داروا هاد الفعله هادي كانوا مخططين لهاد الشيء من شحال ودارسين الصغيره والكبيره، وقالوا في راسهم بان 100% حتى هما غادي يكونوا واخدين شي صندوق من دوك الصناديق اللي كاينين في الخزانه. وهذا الشيء سمارتو كان عارف. نهار فاش حل الحساب ديالو وخد داك الصندوق كان عطاهم واحد الهويه اخرى. المحققين ما قدروا يوصلوا والو، وهاد القضيه بقات مفتوحه وبقى التحقيق خدام، وعام من بعد ومازال ما وصلوا لوالو. ولكن غتجي واحد الوقيته فين سمارتو غادي يزقلها. كيقول واحد المثل ان التزيين ما خطاتو الاولى، والمشكل ديال سمارتو هاد العمليات اللي كيديروا ليه الاثاره كيعجبوه وكيبغي يديرهم، وهاد الاثاره هي اللي خلاتو انه كل مره كيفكر في عمليه جديده، في بلاصه جديده وفي بنكه جديده. في واحد النهار واحد من الكليان ديال واحد البنكه كاينه حتى هي في شيكاغو دخل المرحاض، غير دخل ويطيح عليه واحد الخشبه من السقف فحال داك السقف اللي كان في البنكه الاولى، وهرب ومشى على البوليس. ديك الساعه جاو البوليس، البنكه ما فيهاش الضحك، ما خصهمش يتعطلوا، طلعوا لداك السقف وهبطوا داك السيد اللي فيه، وهذا السيد كان هو ويليام سمارتو كان طلع من المرحاض لداك السقف باش يمشي ويدير البلانات ديالو ديال سرقه جديده، وداك المرحاض كان لاصق في الخزانه ديال داك البنكه، ولكن ملي طلع داك العود ما لصقوش مزيان، هي فاش طاح على داك السيد وتفرش. فاش البوليس طلعوا داك السقف يشوفوا شنو كان فيه، لقاو نفس الماتيريال اللي لقاوه في داك البنكه الاولى. قوت ما داكشي كان متشابه مع الماتيريال اللي كانوا لقاوه في البنكه الاولى، اتهموه هو اللي سرقها، واخا ما كان عندهم حتى شي دليل في السرقه الاولى، ما خلا من وراه والو. وفي واحد البنكه اخرى اللي كان كيخطط سمارتو باش انه يشفرها، لقاو فيها نفس ديك المكانه اللي شافوا في البنكه الاولى. عرفوا المحققين بانه نفس الشخص اللي دار العمليه الاولى هو اللي باغي يدير العمليه الثانيه. فبداو كيسولوا كاع الناس اللي خدامين في ديك البنكه، وما بين هاد الناس كان واحد العامل ديال النظافه. هاد العامل ديال النظافه قال لهم باني شفت واحد السيد جالس كيحفر في حيط، وداك السيد اول مره كنت غادي نشوفه،
وتخيلوا معايا الثقه في النفس اللي كاينه عند سمارتو فعلا داك النهار كان كيحفر في واحد الحيط، وديك الحفره اللي كان كيدير كانت داخله في العمليه ديال السرقه اللي باغي يدير. غير جا عنده داك العامل ديال النظافه كاس كيشوف فيه ديك الشوفه ديال الاستغراب، يعني شكون انت واش كدير هنا؟ غير شاف فيه سمارتو ويقول ليه شوف الله يجازيك بخير، غير نسالي هاد الخدمه ديالي جمع لي الزباده من هنا وهاد الوسخ اللي غادي ندير. سمارتو كان تاقن الدور ديالو وتايق في راسو، وداك العامل ديال النظافه ما دا ما جاب. داك العامل ديال النظافه فاش داوه وشاف سمارتو وسولوه المحققين قالوا ليه واش هذا هو السيد اللي دويتي لنا عليه، قال لهم هو هذا. جاو لصقوا ليه كاع دوك التهم، تهموا بديك السرقه في ديك البنكه اللي الشفره ديالو كانت واصله لاكثر من $1,000,000، ولصقوا ليه تهم ديال محاوله ديال السرقه ديال 2 بنكات اخرين. سمارتو عيا ما يقول لهم بانني بريء وما شفرت حتى شي بنكه، كان كيقول في راسو محاوله سرقه ماشي فحال سرقه، يعني اللي كانت غير محاوله غادي ناخذ غير شي سنين قليله ونخرج في حالتي من الحبس. اما اللي لصقوا ليه ديك السرقه الاولى اللي القيمه ديال داكشي اللي سرق اكثر من $1,000,000 كانوا غادي يغرقوه. ومع ذلك القاضي اتهمه وحكم عليه ب20 عام ديال الحبس. ما بقى حتى شي خيار قدام سمارتو، الحبس فيه. القاضي قال لي انني غادي نقدر نقص لك من المده اللي غادي تدوز في الحبس الا رجعتي كاع داكشي اللي شفرتي. سمارتو ما ترددش، ديك الساعه نعت لهم فين كاينين دوك الشنطات اللي كان مخبي، ولقاو بان تقريبا كلشي كاين. كان سمارتو مخبي دوك الباليزات حدا واحد الواد، وفاش جابوهم كانوا كلهم فاسقين، ولكن داكشي اللي كان لداخل كان باقي مزيان. الحكم على سمارتو هبط من 20 عام ل 8 سنين، ولكن كان واحد الشرط اخر، انه يعاود يمثل لهم كاع داكشي اللي دار، كيفاش خطط، شنو هما الادوات اللي استعمل، كيفاش دخل وكيفاش خرج، كلشي. وسمارتو بطبيعه الحال عاود لهم كلشي وبالتفاصيل. من بعد ما عطاهم التفاصيل ديال السرقه ديالو، المعايير كامله ديال السيكوريتي ديال البنكات ديال الميريكان كاملين تبدلوا من ديك الوقت باش حتى شي ثغره ما تبقى. صراحه هاد السرقه كتبقى من احسن واذكى السرقات اللي دازوا، متقونه مدروسه ومخدومه مزيان. ملي كتجي تشوف الذكاء اللي كيتميزوا به شي ناس كتبقى منبهر، وكتقول في راسك بان هاد الذكاء الا خدموا في شي بلاصه اخرى كانوا غادي يمشيو بعيد، وكانوا يقدروا ينفعوا المجتمع وينفعوا راسهم بالاخص. ولكن كاين اللي كيستعمل الذكاء اللي عطاه الله في شي حوايج اخرى اللي غتجيب ليه غير المشاكل. كنتمنى ان هاد القصه ديال اليوم عجباتكم وانكم استمتعتوا وانتم كتسمعوا ليها. اذا عجبك المحتوى ديال القناه دير معك واحد لايك وواحد صابوني وفعل معك الجرس باش يجيك كل جديد، وكنعطيكم موعد جديد في حلقه جديده من قناه قصه. مع السلامه.